أصيب 5 أشخاص مساء اليوم السبت إثر سيارة الإمارات قرب محطة قطار رئيسية في العاصمة الهولندية أمستردام. وأعلنت شرطة أمستردام أن 2 من الجرحى انقلا إلى المستشفى بينما جرى علاج ال3 الآخرين في مكان الحادث. وأضافت: ليس هناك ما يدل على أن حادث السيارة هجوم إرهابي. وكشفت مصادر عربية قبل قليل أن سائق السيارة كان متوقفا في مكان لم يكن يسمح له بالوقوف فيه، وانطلق عندما اقتربت منه الشرطة واقتحم حائطا، حيث تم توقيف السائق من طرف رجال الشرطة وتفتيش السيارة وإخضاعه للتحقيق. وتأتي هذه الحادثة بعد أسبوع من الهجوم الإرهابي الذي وقع في جسر لندن والذي أسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة العشرات. لا تنسى الاشتراك لكي يصلك كل جديد.